أحد الطرق لتغيير السلوكيات أو للتطوير أو عشان نعرف نفسنا أو إيه اللي بيحصل لنا. مهم جدا هذا الموضوع، فقرة تهمنا بعد التغيرات اللي احنا بنشوفها بتطرق على الشخصية المصرية، بناء الإنسان المصري، بناء المستقبل المصري. موضوع مهم جدا بيهم أي فئة، أي شريحة، أي مشاهد بيتابعنا في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي كل البلاد الثورية التي طالتها الثورة، ثورة الربيع العربي. رنا العايدي المتخصصة في التنمية البشرية معي الآن في الاستوديو. أهلا بيكي رنا. أهلا بحضرتك. نوراني. بنورك. احنا من المفترض ان احنا كنا نبدأ الحديث حول قادة التغيير، وسوف يعني نحاول التطرق للموضوع الرئيسي، لكن ما يدور في الشارع المصري الآن يفرض الأمر. تحليلك التنموي في البداية وتعليقك أيضا لما دار اليوم في الشارع المصري. بداية طبعا أنا شفت بعيني يعني وأنا جاية شفت السلوكيات وحتى الشعارات اللي بيتم هتافها كلها هي. شفتي فين عشان بس خلينا موثقين بالمكان وبالتحليل؟ هنا عند الكوبري، بعد كده اتحركوا جم قدام مبنى الإذاعة والتلفزيون. فهم عندنا يعني. فطبعا الهتافات كانت غير منطقية تماما، ويعني طبعا مش كلهم. المشكلة طبعا لهم الحرية في الرأي في الحديث في أي شيء، حتى مع الاعتراض مع المجلس العسكري. نحتفظ بالحق الرأي في مصر في أي شيء أكيد، هم لكن بكل الاحترام يعني. بالظبط. هو طبعا حرية الرأي ده شيء مطلب وحق شعبي نحافظ عليه. تمام، ولكن الفكرة في ان انا لازم يكون في سقف لكلمة لا، يعني في نقطة نهاية، ما ينفعش ان انا اتعداها من غير ما اكون وقح او اسيء الادب. بص، انا اعتراضي النهارده لم يكن على الثوار المتظاهرين، عشان بس يكون التحليل واضح للمشاهد الكريم كويس. اعتراضي كان على سلوكيات الناس، الفئات الاخرى المختلفه اللي انا حللتها. تمام. لكن لم يكن ابدا من قريب او بعيد على الثوار او على اتجاهاتهم، مع الاعتراض ان احنا ما نقفلش الدنيا قدام ماسبيرو، مبنى ماسبيرو مبنى اخر، وايضا امام وزاره الدفاع، لان المسؤوليه كمواطن مصري مهم جدا. زي ما شفنا في ما حدث في السفاره الاسرائيليه، كان هناك حدود يجب ان نقف عندها يعني. بالظبط. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو سقف الكلمه لا، في حد لازم نقف عنده. طبعا حتى لو اتكلمنا في موضوع عمليه التغيير، على فكره يعني داخل جدا جوه الموضوع عمليه التغيير وجودهم تحت، هم عايزين يغيروا تماما، ولكن لازم يكون عشان اتغير يبقى عندي معلومات معينه وتكون صحيحه ودقيقه، وبعد كده اكتسب المهاره المعينه علشان اقدر اعمل. طيب اخد تحليلك عشان نبدا خطوه خطوه. اول ما طلعت الكوبري اكتوبر، هناك شخص يبدو عليه ان هو بسيط جدا، سايق عربيه، وقال لي كده هو الكلاب هم اللي قفلوا الدنيا. وقلت له مين؟ قال لي ده دول الثوار. تحليلك لهذا الموقف؟ لا، فكره ان احنا نقول على الثوار مصطلح كلاب ده مرفوض تماما، لان هم اصلا في البدايه يعتبروا اصحاب تغيير، لكن الطريقه ده اللي بنتكلم عنه. اما هم كثوار لا نتحدث عنهم، لكن بنتكلم عن الطريقه. على فكره دايما من اول ما بدات الثوره دايما بنتكلم يا جماعه الطريقه، احنا معانا حق، لكن الفكره في الطريقه والسلوك. طيب داخل الشارع. تحليلك للوعي اللي عند الرجل ده، يعني ده الثوره هي اللي خلت راس مصر مرفوعه مره اخرى امام العالم. الثوره هي التي دفعت الدم والشهداء، ونحن نراهن على الثوره المصريه الى النهايه تماما، نراهن على التغيير وقياده التغيير. البعض ما عندوش وعي من الفئات اللي هي همها فقط ان هي تحصل على المأكل والمشرب. غير كده هو الديمقراطية في البلد، الانتخابات، تطوير البلد، مصر ازاي تبقى فوق، المراهنة على الجيل الجديد، مش في دماغه. لا، هو ده يعذر بجهله. ده من الاشخاص اللي يعذرون. هو لا يعذر، هو يعذر بجهله، هو جاهل باللي عملته الثوره واللي قدمته للبلد. لكن يعذر من ناحيه تانية برضو ان هو شايف سلوك خاطئ. المفروض انا كثائر انا خايف على البلد وعايز اغير من البلد واوجد صلاح. طيب لما اوجد الصلاح ده بان انا اكسر شيء تاني، صوتي لازم يوصل بالتكسير وبالتدمير. احنا وجهنا دعوه على الهواء مباشره هنا في التلفزيون المصري، وخصوصا ان هناك نيات طيبه للتغيير في التلفزيون المصري والعوده الى المكانه التي تليق بالتلفزيون المصري، الى الاعلانات التوعويه. هل الاعلانات التوعويه عشان البعض اللي ما شافش الثوره وما نزلش الشارع وما راحش التحرير وفقط مهتم بمأكله ومشربه وأسرته يفهم ايه الثورة عملت ايه ودورها ايه؟ هل هيكون ليها دور محترم؟ اكيد طبعا، لانه لازم يعرف هو بيتغير ليه وما هو دوره داخل التغيير. أيوة. عملية التغيير شاملة
المجتمع كله زمان قبل الثوره كان كل واحد بيتغير بذاته وبيطلع بينجح لوحده. اما دلوقتي عمليه التغيير تطول كل افراد المجتمع، تطول كل افراد المجتمع، يبقى لازم هو يعرف ما هو دوره داخل عمليه التغيير. الحاجات التوعويه سواء في التلفزيون او حتى الشباب اللي ماشي في الشارع بيوزع اشياء بسيطه اللي هي الحاجات البسيطه، الاوراق الصغيره دي، او حتى هو بنفسه لما نبقى قاعد في المترو وشايف ناس نازلين من المكان الخطا يقول لهم لا يا جماعه الباب الثاني. ده كله اساليب توعويه ضروريه جدا، اللي هو الناس اللي بتنشر الخير او بتنشر الصلاح داخل المجتمع. لان عمليه التغيير ما بقتش واقفه على فرد، ما بقاش في واحد والله يطلع يقول انا عملت، لا دلوقتي احنا كلنا لازم نعمل. فاحنا محتاجين اداره للتوعيه تكون موجوده، لان الصخب المنتشر الان واللا مسؤوليه لابد ان يضبط، ولن يضبط الا بعده طرق، منها عوده الامن من جديد والتوعيه في المدارس، في وسائل الاعلام، في الصحف وعلى الانترنت. ده دور مهم جدا، واحنا في اي تي شو هنتبناه ان شاء الله، لان دي من مسؤوليتنا الاجتماعيه ومن احترامنا للجماهير المصريه والجماهير العربيه وجماهير الثوره. ده دور مهم جدا لينا يا رنا. طيب المشهد التالي ان بعض الناس تقف امام مسجد تقفل فعلا الكوبري اكتوبر مقفول من البدايه، من اول مدينه نصر الى النهايه، خلاص يعني متخيله كل هذا الكم من الكيلومترات بسبب ان بعض الناس عندها عربيه كده شيك تقوم قافله العربيه ونازلين الناحيه الثانيه، مش نفس الناحيه الثانيه، يتفرجوا على الثوار اللي رايحين امام وزاره الدفاع. تحليلك لهذا الموقف؟ ما هو هي دي المشكله، في ناس بيعملوا وفي ناس بيخربوا وفي ناس اللي هو الفئه اللي في النص بقى المتفرجون او المشاهدون، دول اللي بيعطلوا. يعني هم لا بيأدوا نجاح ولا بيأدوا خساره، ولكن هم يعطلوا الناس اللي عايزه تعمل. فانا شايفه ان هم الناس دي لابد ان هي يا اما تشارك وتشارك بالايجاب، يا اما تسيب مكان لغيرها. طيب انا عاتب هنا على الهواء مباشره على قوات الامن اللي هي عملت حاجه جميله امنيا، بتكلم قفلت الطريق من مصر الجديده للعباسيه، لكن في نفس الوقت ما عملتش اللي عليها، طلعت على الكوبري تشوف بقى الناس اللي قافله الطريق. كان لابد من اخذ ما، لان مفيش امن خالص ولا مرور ولا شرطه على كوبري اكتوبر، فكان يجب، لان الطريق مقفول من ناحيتين، يعني من مدينه نصر، من مدينه نصر واتجاه الجيزه. يعني تخيلوا كم الوقت وكم الاعمال، يعني كان ممكن النهارده ما يطلعش الحلقه بصراحه. يعني بخلاف كمان السلوكيات، المفروض دي مش سلوكيات ما بعد الثوره، سلوكيات الثوره موجوده بصراحه في ميدان التحرير، موجوده جدا ولا زالت نابضه وبتعيش، لكن الناس اللي ما اشتركتش في الثوره، والتي حزب الصامتين اللي ملوش دعوه بالموضوع ده، ودي كتله كبيره، دي الكتله الاكبر مش الكبيره اللي موجوده عندنا، لازم نغيرهم ازاي؟ بدايه لازم نفهمهم اصلا هم هيتغيروا ليه، لان هم قد يكونوا ما عندهمش فكره او ما عندهمش الدافع اللي يخليهم يتغيروا. ما فيش دافع يخليهم يتغيروا، هم مش حاسين بانتمائهم للبلد دي. هو كل واحد شايف نفسه ان هو طول ما هو ماشي لازم ياخد ما يديش. حتى الناس اللي بتخرب او المناظر الجميله اللي بنشوفها، حتى الحيطان اللي مدهونه جديد دلوقتي مكتوب عليها كلمات وشعارات، طب ليه يعني؟ ما هو دي بلدي برضه. فلازم يفهم هو يحافظ على المنظر العام عشان غيره ما يتأذاش، وعشان هو كمان يستمتع بنفس المنظر. اول حاجه يعرف دوره فين من خلال بلده. تاني حاجه لازم عشان نقدر نغير الناس لازم نغير العقليات اللي اوجدت المشكله. يعني هديك مثال بسيط، يجي مثلا وزير التربيه والتعليم عايز يطور المناهج، فيخلي الناس اللي حطوا المناهج هم اللي يطوروا المناهج. طب ازاي العقليات اللي اوجدت المشكله مطلوب منها تحل المشكله؟ يبقى احنا حاجه من اتنين، يا اما نغير الاشخاص وناتي باشخاص اخرين عندهم كفاءه وخبره، يا اما نغير طريقه التفكير. كمان نغير التغيير كمان بيجي بالطرق. يعني انا لما اغير الطريقه او الوسيله، من السذاجه ان انا اعمل نفس الشيء وانتظر نتائج مختلفه. بمعنى انه انا من السذاجه ان انا كل يوم جمعه اجي اكسر وادمر واستنى ان يبقى في نتائج مختلفه. محدش بيكسر كل جمعه، بس عشان بس نكون محددين، مش كلهم مش كلهم. بمعنى ايه؟ قولي لي رايك. مش كلهم بيكسروا كل ايه رايك في هذا الموضوع؟ في ايه؟ يعني انت بتقولي مش كلهم، مين اللي بيكسر كل جمعه؟ طبعا في ناس مش فاهمه هي، يعني في ناس دخلت في النص، في الزيطه، اللي هم دخلوا خلاص احنا دخلنا. على فكره قد يكونوا كمان مدعومين او مدسوسين عشان يشوهوا المنظر العام. الفلول يعني، فلول او غيره. انا مش عايزه احدد اشخاص معينين، لكن انا عايزه اقول ان كمان في ناس جهلاء لا هم فلول ولا هم ثوار.
ان هم الناس اللي داخلين وخلاص، اللي هم الفئه اللي مش متعلمه، الفئه اللي تعليمها كان بسيط جدا وما كانتش مدركه ليه احنا قمنا على النظام، ليه احنا ما قمناش على النظام، ليه احنا مش عايزين، مش فاهمين لا الايجابي ولا السلبي للموضوع. كمان عشان اقدر اغير لازم اغير الوسائل. المره دي انا عملت مظاهره، المره الجايه اعمل جروب على الفيسبوك مثلا، المره اللي بعدها اعمل مثلا منشورات، المره اللي بعدها اعمل محاضرات، اغير الناس، افهم الناس. طيب معنا فيديو خلينا نشوفه. في مثال بسيط على قصه حياه الصقر وازاي ان هو بيتغير ومحتاج التغيير ده ضروري جدا. طبعا انا بحب اجيب امثله من التاملات الطبيعيه في حياتنا. الصقر اصلا بيعيش 70 سنه، بس علشان يعيش العمر ده كله محتاج يعمل شويه قرارات او يعمل شويه تغييرات، والتغييرات دي صعبه جدا. بيجي عند عمر ال40 سنه محتاج يعمل شويه تغييرات. اول تغيير بيبقى في منقاره. بعد ما يكبر ويعجز بيبقى متني زياده عن اللزوم، المنقار بتاعه بيبقى متني فما بيعرفش يصطاد الفريسه، بيخبط في انفه. تمام. بعد كده الضوافر بتاعته بتبقى ناعمه وبتبقى مرنه، ما بيقدرش ان هو يمسك الفريسه بسهوله زي زمان. كمان ريشه بيتقل قوي وبيلتصق بصدره، فما بيصعب عليه الطيران. بيبقى الطيران صعب جدا. بيعيش 70 سنه. عشان يعيش 70 سنه لما وصل ل40 بقت دي الظواهر اللي موجوده عليه، لازم يقوم بعمليه تغيير كبيره جدا. بيسافر لاعلى جبل وبيعيش هناك لمده تقارب 20 يوم تقريبا. اول البدايه بينتف ريشه. تمام، نكمل الفيديو. بينتف ريشه وبيتخلص منه تماما، وبيفضل يحفر في الصخر بمنقاره حتى يتخلص من منقاره. فتخيل عملية التغيير بتبقى أليمة جدا. وبيفضل يحفر في الجبل برضو عشان يتخلص من ضوافره، وبيفضل عايش في الفترة اللي هو بينمو فيها منقار جديد وأظافر أخرى في الجبل لحد ما بتنمو، وبعد كده بيرجع تاني يكمل حياته ويوصل ل70 سنة. الشاهد في الموضوع او الشاهد في عمليه التغيير اللي بتصدر على الصقر ان احنا كمان محتاجين نتغير، وقد تكون عمليه التغيير دي صعبه جدا ومؤلمه. حتى لو بصينا على الكائنات التانية الاخرى، قطعه الالماس بقت الماس. هي كانت في البدايه عباره عن ايه؟ عن ذره كربون. مع الضغط الشديد والحراره الشديده بقت قطعه الماس. تمام. حتى دوده القز تحولت لفراشه بعد فترة وعملية تطور كبيرة جدا. فالفكرة انه او حتى ذرة الرمل تحولت للؤلؤ في قاع البحر. عملية التغيير كمان للإنسان محتاج ان هو يتألم ومحتاج ان هو يدي علشان ياخد. حتى في موضوع اللي حصل مؤخرا، عملية التغيير الكبيرة اللي حصلت في البلد، قدموا كتير، قدموا شهداء، قدموا دماء طاهرة عشان نوصل لعملية التغيير. بالظبط زي الأم اللي بتتحمل 9 أشهر وتتحمل الألم وألم الولادة وألم المخاض حتى تأتي بولدها. أشكرك رنا في هذا الحوار. احنا كنا المفروض نستمر في الحديث حول قضية التغيير، لكن الحدث يفرض نفسه. أشكرك على تحليلك. مثال الصقر ده هيخلينا نفكر في الصقر المصري. الصقر المصري عشان يجي يا رنا زي ما انت قلتي محتاج ان هو يبذل جهد كبير جدا ويتعب على نفسه. في ناس تعبت وضحت ودفعت الدماء، وفي ناس لازم ان هي تشارك في مخاض مصر. كل واحد فينا لسه هيدفع من اجل مستقبل مصر. كل واحد لابد ان يضع هذه العبارة في ذهنه، وإلا لن يستطيع ان يتعايش مع مصر الجديدة والعصر الجديد، مش هيعرف يعيش. نورتيني. كوني معنا الاسبوع المقبل ان شاء الله. تشرف بيكي. طيب احنا مستمرين، نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم على سلوك الجماهير مع أيمن صلاح. بين الطريق والله شفنا وشفنا، ومصر لو تبقى هي هدفنا حنتفق مهما